السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موديول ميتي اي فورماسيون هو أول موديول كتبداو به لا فورماسيون ديالكم، كيكون فيه مجموعة المعلومات على الشعبة وعلى النظام اللي كيخدم به لو اف بي تي تي والقانون الداخلي اللي كينظم العلاقة ما بين لو ستاجير و لوفيس من كل النواحي. هذا الفيديو غادي نجمع فيه أكبر عدد من الأسئلة اللي ممكن يتطرحوا عليكم سواء في الكنترول أو لا في لو اف ام. هذا الموديول قصير فيه تقريبا 15 ساعة، كيكون فيه كنترول واحد و اف ام. فما غاديش نعطي فقط الاسئله، غادي نعطي حتى الاجوبه ديالهم، تقريبا 30 سؤال والاجوبه ديالهم. الا بغيتوا تضبطوا هذا الموديول كملوا الفيديو للاخير وجيبوا فاش تاخذوا لي نوت باش تقدروا تجاوبوا مزيان وتجيبوا نقطه عاليه في هذا الموديول اللي كيتعتبر اسهل موديول غتشوفوه في لا فورماسيون. ونبداو على بركه الله في اول سؤال. واول سؤال هو كيعطيو دي زينيسيال بحال هكا اولا شي كلمات شرحوهم بحال لو اف بي تي تي شنو كتعني وغيرها من الكلمات. هادشي اللي غادي نشوفو الجواب ديالو. لو اف بي تي تي هي l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. STA Institut spécialisé des technologies appliquées. EFM examen de fin module. EFF examen de fin formation. CGCP, Conseil de gestion et de coordination pédagogique. CAD, Comité d'autodiscipline. GATP, Gestion d'appui technopédagogique. CDS, cours du soir. CDG, cours du jour. CC, contrôle continu. FK, formation qualifiante. DR, Direction régionale. ISTAG, Institut spécialisé des technologies appliquées et gestion. EFP, examen de formation professionnelle. NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. CMFP, centre mixte de la formation professionnelle. URD, unité des ressources didactiques. وما ننساش نفكركم بلي خاصكم تكونوا ضابطين لي زينيسيال ديال الشعبه ديالكم، يعني الحروف اللي كتكون منها الاسم المختصر ديال الشعبه ديالكم. مثلا AII automatisation et instrumentation industrielle. ESA électromécanique des systèmes automatisés. TSGE technicien spécialisé en gestion des entreprises. Complexe de formation. C'est un ensemble d'établissements. Chaque établissement est géré par un responsable relevant hiérarchiquement du directeur du complexe. Formation hybride, elle est conçue de sorte que certaines heures de classe sont remplacées par des activités en ligne tout aussi importantes. Assiduité, présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. فغادي نشرح المعنى بالعربيه وغتكون الصياغه بالفرنسيه قدامكم الا بغيتو تكتبوها او لا تحفظوها. المهم انكم تفهموا المعنى ديال الكلمه شنو كتعني. لو ستاجير اللي جاب نقطه اصغر من 10 على 20 او اكبر من او تساوي 9.5 على 20 كيمكن يستافد من واحد لو بونوس ديال 0.5 نقطة، يعني باش تكمل ليه انه يجيب 10 ويطلع لا دوزيام اني. فوقاش كتكون هاد الامكانيه الا كان هاد لو ستاجير عنده لا ديسيبلين مزيانه ولا سيدويتي مزيانه، فلو كونساي دو كلاس كيدير مداولات وكيقرر واش يعطي هذاك لو ستاجير هذاك لو بونوس او لا ما يعطيهلوش. وهذاك لو بونوس كيبقى تابع لو ستاجير لا دوزيام اني، يعني خصو يردو، خصو يجيب مثلا الا بغى ياخذ ديبلوم خصو يجيب على الاقل 10.5. السؤال الثاني هو donner la différence entre le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-exister, le savoir-coexister et le savoir-agir. ملي غادي يقولوا لنا عطيني لا ديفيرونس فاحنا غادي نعطيو التعريف وهكذا غادي يبان الفرق ما بين واحد وواحد. يقدروا يعطيوكم تعطيو لا ديفيرونس ديالهم كاملين اولا ديال جوج اولا ثلاثه منهم، كما كان الحال نتوما غتعطيو التعاريف ديال لي مول اللي عطاوكم ديروا لا ديفيرونس بيناتهم. لو سافوار هو مجموعة المعارف اللي كيكتسبها الشخص عن طريق الدراسة والتعلم وخاصها تكون معترف بها وتتوج بدبلوم أو لا اتستاسيون. لو سافوار فير هو مجموعة القدرات العملية المرتبطة بممارسة مهنة معينة. لو سافوار اتر هو مجموعة الميزات الشخصية اللي كتعكس الطريقة اللي كتعامل بها داخل الوسط المهني.
لو سافوار فيفر هو القدرة على التأقلم بسهولة داخل وسط معين مع احترام بعض القواعد والقيم الاجتماعية. سافوار اكزيستي هي القدرة على فرض الشخصية بلا ما نفقدو الهوية الشخصية ديالنا والعيش بتناغم داخل وسط مهني. لو سافوار كويكزيستي هو القدرة على العيش بسلام مع الآخرين وتقبل الاختلاف بكل درجاته، اللغة والعمر والديانة الثقافة واللون. سافوار اجير هو القدرة على تخطي الصعوبات والخروج من موقف صعب بأحسن النتائج الممكنة، فكيتسمى بالذكاء العاطفي. سؤال 3. Quelles sont les motivations du choix de votre métier؟ هاد السؤال هذا فيه بزاف ديال الطرق وبزاف ديال الجمل كيفاش تعبروا علاش اختاريتوا الشعبة او اختاريتوا هاد المهنة هذه. غادي نخليكم الرابط ديال واحد الفيديو في صندوق الوصف اللي فيه بالتفصيل كيفاش تعبروا على لو شوا ديال لو ميتي ديالكم، وايضا الطريقه باش تخدموا راسكم باللغه الفرنسيه النهار الاول بمراكز التكوين المهني الا بغيتوا تشوفوه. سؤال 4. Quelles sont les attitudes qui exigent votre métier؟ فكل مهنة وعندها لي زاتيتود ديالها. الا بغينا نقولوا السؤال بطريقه اخرى هي كيفاش تكون ان بون مثلا كوميرسيال او لا ان بون جيستيونير ولا ان بون ديفلوبور، فعلى حسب كل مهنه والخصوصيه ديالها غادي نعطي هنايا مجموعه ديال لي زاتيتود اون جينيرال اللي صالحين لكاع لي ميتي، ويمكن انكم تقلبوا على شي حاجه سبيسيفيك لو ميتي ديالكم. ouverture d'esprit, gestion des conflits, connaissance à jour, organisation, empathie, résistance au stress, optimisme, capacité d'adaptation, persévérance, patience. كنحاول نزرب باش ما نطولش عليكم الفيديو. اللي ما فهمش شي حاجه او اللي بغى شرح اكثر يخليها ليا في كومونتير وانا غادي نجاوبو. سؤال 5. citez les différents modes de formation à l'OFPTT. Les modes de formation à l'OFPTT كاينين جوج، كاينه cours du jour و cours du soir. cours du jour ايضا فيها formation résidentielle و formation alternée. سؤال 6. Donnez la différence entre la formation résidentielle et la formation alternée. الفرق ما بين la formation résidentielle و la formation alternée هو أن la formation résidentielle كتعتمد بالأساس على التعلم داخل المؤسسة لا بالنسبة للبراتيك أو لا تيوري، وكيرافقوهم جوج دورات تدريبية قصار داخل الشركة. أما la formation alternée فكيكون التعلم بالشركة موازي ومكمل للتعلم داخل المؤسسات، يعني كيدوزو دورات تدريبية بزاف. سؤال 7. Quels sont les types de formation disponibles au sein de l'OFPTT؟ كاين deux types de formation, la formation qualifiante ou la formation diplômante. سؤال 8. Quels sont les niveaux de formation disponibles au sein de l'OFPTT؟ les niveaux disponibles كاين technicien spécialisé اللي خصو تكون حاصل على البكالوريا، technicien niveau bas، qualification niveau 4e و spécialisation اللي كيديروه الناس اللي عندهم شهادة الابتدائي. سؤال 9. Quelle est la différence entre la formation continue et la formation initiale؟ La formation initiale هو تتبع مسار دراسي من أجل اكتساب المهارات الأساسية وكتتوج بشهادة. La formation continue كتسمح للموظف أو الباحث عن عمل باش يطور مهاراته ويكتسب مهارات وقدرات جديدة باش تعاونه يلقى وظيفة أو يتطور في العمل ديالو. سؤال 10. Expliquez le rôle d'un CGCP. فالو CGCP كيظهر على حسن سير المؤسسة وكيتم الرجوع ليه في كافة الأسئلة التربوية والمنهجية، وكيدير أيضا تنظيم الأنشطة الموازية للدراسة داخل المؤسسة، اختبار النتائج بمصاحبة مكونين الشعبة المعينة، تداول نتائج الامتحانات والمصادقة على التقارير والمحاضر، إنجاز عقود ومخطط التطور داخل المؤسسة. سؤال 11. Quels sont les membres du CGCP؟ Le conseil de gestion et de coordination pédagogique كيتكون من مدير المؤسسة، مدير البيداغوجي أو مدير الدراسات أو رئيس الأشغال، الحراسة العامة، مستشار التوجيه، الحراسة العامة للداخلية إلا كانت، على الأقل ممثلان ديال الأساتذة كيتم اختيارهم من قبل الزملاء ديالهم، وأي شخص كتم الدعوة ديالو من طرف مدير CGCP في الميادين المنهجية أو التقنية. سؤال رقم 12. À quoi sert le règlement intérieur؟
الدور ديال القانون الداخلي هو مرافقة الاستخدامات المؤسسات التدريب المهني لدمجها في مجتمع المؤسسة. كيحدد قواعد الاشتغال، كيحدد القواعد فيما يتعلق بالصحة والسلامة، تذكير بقواعد المتعلقة بالانضباط وبالحقوق بالواجبات وبالعقوبات المطبقة في حالة عدم الامتثال للقواعد. سؤال 13. Expliquer le système d'évaluation à l'OFPTT. في نظام الاختبار في التكوين المهني كيكون على هذا الشكل. كل موديول فيه دي كونترول و OFM واحد، وعدد لي كونترول كيتحدد حسب عدد الساعات اللي كاينين في الموديول. من بعد كاين ليكزامان دو باساج، هو امتحان نهائي السنة الأولى كيمكن المتدربين إذا نجحوا فيه أنهم ينتقلوا للسنة الثانية. امتحان فان فورماسيون هو امتحان السنة الثانية كيمكن المتدربين من الحصول على دبلوم إلى نجحوا فيه. سؤال 14. En cas de fraude, quelles sont les sanctions mises en vigueur par le règlement intérieur؟ المتدرب اللي تضبط في حالة غش كيغادر قاعة الفحص فورا وكيتحرر ضده تقرير. في حالة إلا كان ليكزامان دو باساج، فالمتدرب كيفقد الحق ديالو في المرور للسنة الموالية. وإلا كان تم ضبط المتدرب كيغش في الفان فورماسيون، فكيفقد الحق ديالو في التقدم للامتحان نهاية التدريب فئة المترشحين الأحرار لمدة 3 سنوات متتالية. سؤال 15. Quelles sont les obligations des stagiaires؟ الواجبات ديال لي ستاجير داخل المؤسسة: أولا احترام قواعد السلوك والحضور اللي من بينها احترام الموظفين، ارتداء الزي أو البدلة المخصصة للشعبة والحلاقة المناسبة، عدم عرقلة حسن سير التدريب، احترام مواعيد الفتح والإغلاق والتقيد باستعمال الزمن. ثانيا حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها. سؤال 16. Quels sont les droits des stagiaires؟ فمن الحقوق ديال لي ستاجير داخل المؤسسة: حق التعبير الجماعي والعروض، حق التجمع، الحق في العون والمساعدة والمواكبة، وأيضا كتخذ المؤسسات الترتيبات اللازمة لتسهيل اندماج المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة. سؤال 17. Quelles sont les missions du CAD؟ من المهام ديال الكونسي دوتو ديسيبلين المساهمة في حملات تحسيس المتدربين حول الصحة والسلامة ونظافة المرافق الصحية، صيانة المعدات، حماية الممتلكات والتراث. أيضا المساهمة في تنظيم زيارة للشركات، الأسبوع التدريب المهني، المعارض والملتقيات، النشاط الثقافي المرتبط بالتدريب. سؤال 18. Quel est le rôle du conseil de classe؟ من بين المهام ديال مجلس القسم معالجة الأسئلة التربوية، فحص النتائج الفردية والجماعية للمتدربين، المحافظة على القرارات المتخذة أثناء المداولة، مراقبة تقدم البرنامج، التخطيط والمصادقة على الفترات التدريبية، تحليل نتائج الامتحانات، معالجة جميع الأسئلة المتعلقة بحياة المجموعة. سؤال 19. Comment calculer la note module, la note première année et la note deuxième année؟ طريقة حساب النقط في التكوين المهني. هاد الطريقة اللي غادي نعطيه هي الطريقة العادية، يعني قبل ما يكون الدروس عن بعد أو قبل ما يتحيد الباساج. فهاد العام إلى رجعت الدراسة للنظام الحضوري ورجع الباساج غادي تكون هذه هي الطريقة، وإلا كانت شي مستجدات فغادي يخبروكم بها الأساتذة ديالكم. لا نوت موديول كتساوي لا موين كونترول على 20 زائد لو اف ام على 40 نقسمو على 3. لا موين كونترول شنو هي لا نوت ديال كونترول الاول زائد لا نوت ديال كونترول الثاني زائد لا نوت ديال عدد لي كونترول اللي درتو كنقسموهم على عدد لي كونترول. لا موين موديول كتساوي نوت موديول 1 فوا كويفيسيون 1 زائد نوت موديول 2 فوا كويفيسيون 2 زائد نوت موديول ان فوا كويفيسيون ان، يعني كنجمعوا كاع لي موديول في لي كويفيسيون ديالهم وكنقسموه على عدد لي موديول، ومن بعد كنضربوها في 3 باش كنحصلوا على لا موين موديول على 60. غادي نحتاجوها فاش نجيو نحسبوا لا نوت ديال لا بروميير اني ولا نوت ديال لا دوزيام اني. لا نوت ديال لا بروميير اني كتساوي لا موين موديول على 60 زائد لا نوت دو باساج على 100. لو باساج غادي يكون داخل فيه لا بارتي تيوري و براتيك وكنقسموه على 8. لا نوت ديال دوزيام اني كناخذوا لا نوت ديال لا بروميير اني على 20 زائد لا موين موديول لي موديول ديال لا دوزيام اني بطبيعة الحال زائد لا نوت ديال ليكزامان دو فان فورماسيون على 100. هادشي كامل كنقسموه على 9. سؤال 20. Quand on peut se présenter à l'examen en tant que candidat libre؟ يمكن المتدرب يتقدم لامتحان فئة الأحرار في جوج الحالات: إلا كان ما نجحش في السنة الثانية وما بغاش يعاودها، أو إلا كان كمل سنتين من الدراسة ولظروف قاهرة ما استطاعش أنه يتقدم للامتحان في الوقت. في هذه الحالة خاصو يقدم العذر ديالو للسي جي سي في المدة ما تفوتش 48 ساعة الموالية للغياب داخل أيام العمل.
سؤال 21. Calculer la note discipline de la première année pour un stagiaire qui a 3 retards, 2 journées d'absence, première indiscipline. وباش نحسبوا لا نوت ديال لا ديسيبلين بالنسبه لا بروميير اني ولا لا دوزيام اني خاصنا نكونوا عارفين هاد الجداول وفاهمينهم مزيان كل حاجه وشنو كتعني. 4 روتار كتعادل اون جورني دابسونس اللي هي ناقص نقطه وكيكون عنده بروميير ميزون غارد. هاد القرار كتاخدو لا سيرفيونس جينيرال انسي دو سويت فكل غياب او لا تاخر كينتج عليه ناقص عدد من النقاط. لا نوت ديال لاسيدويتي كتكون على 10 ولا نوت ديال الكومبورتمون كتكون على 5. لو كومبورتمون هي شي واحد دار شي تصرف غير اخلاقي داخل المؤسسه وكيتنقصوا النقاط على حسب عدد المخالفات اللي كيداروا. فواحد غوتار كيعني ناقص 0.25 نقطه. ابسونس اون سيونس كتساوي 0.5. اون سيونس شنو هي ساعتين ونص اون جورني هي 5 سوايع. مثلا الا كنتو كديروا لي جورني دو راتراباج وكانوا عاطينكم 5 سوايع في الصباح و5 سوايع في العشيه فما كتحسبش اون جورني كتحسب 2 جور. سي دي معناها كونساي ديسيبلين، سي جي معناها سورفيونس جينيرال، دي معناها ديريكسيون. وغندوزو نحسبو النقطه ديال لا ديسيبلين ديال لا بروميير اني كيف ما طلبوا منا في السؤال. عندنا 3 روتار يعني 0.25 في 3 غتعطينا 0.75. عندنا 2 جورني دابسونس يعني ناقص جوج غادي نجمعو 0.75 زائد جوج غتعطينا 2.75. وبما ان لاسيدويت النقطه ديالها على 10 غادي نديرو 10 ناقص 2.75 تساوي 7.25. غندوزو لو كومبورتمون. عندنا هاد لو ستاجير عنده بروميير انديسيبلين لو كومبورتمون على 5 غنديرو 5 ناقص 1 غتعطينا 4. لا نوت ديسيبلين في هاد الحاله غتكون على 15 يعني 7.25 زائد 4 غتساوي 11.25 على 15. لا نوت ديال لا بروميير اني كتكون على 20 غادي نديرو بونديراسيون غنضربو 11.25 في 20 وغادي نقسموه على 15 وغتكون لا نوت ديسيبلين لا بروميير اني في هاد الحاله هي 15 على 20. سؤال 22. calculer la note discipline de la deuxième année pour un stagiaire qui a 2 retards 3 journées d'absence première indiscipline. فالطريقه ديال حساب لا نوت ديسيبلين ديال لا دوزيام اني هي نفس الطريقه ديال لا بروميير اني كنعتمدوا على الجدول وكنشوفوا عدد النقاط اللي خاصها تنقص. الفرق اللي كاين ان لا نوت ديال لا دوزيام اني ما فيهاش بونديراسيون يعني كتبقى على 15. سؤال 23. Présenter les modules de la première année S1 S2 et de la deuxième année S1 S2. ايضا يمكن يتطلب منكم انكم تكتبوا لي موديول اللي غادي تقراو في البروميير اني السيمستر الاولى والسيمستر الثانيه ولا ديال السنه الثانيه. فكل شعبه وعندها لي موديول ديالها اللي غادي يعطيوهم لكم الاساتذه ديالكم. غندوزو دابا باش نشوفوا لا كيسيون سبيسيفيك لكل شعبه يعني الجواب ما كيكونش 100% موحد. كل شعبه عندها الخصوصيه ديالها والجواب كيكون على حسب نوعيه التخصص. عطيت اجوبه بصفه عامه اللي ممكن تكون صالحه لكل الشعب ولكن ضروري تقلبوا على اجوبه لهاد الاسئله على حسب التخصص ديالكم. سؤال 24. citer les tâches d'un commercial ولا gestionnaire ولا technicien في un domaine. غادي تحاولوا تقلبوا على المهام اللي ممكن ديروها وعندها علاقه مع الشعبه اللي غادي تقراو. سؤال 25. citer quelques risques dans votre métier. هادو بعض المخاطر اللي ممكن تلقاوها في الخدمه بصفه عامه. سؤال 26. donnez une description générale à votre métier. عطيو وصف عام للمهنه اللي غادي تمارسوا. سؤال 27. citer quelques avantages et inconvénients de votre métier. غتلقاو هنا ايضا بعض المميزات والسلبيات اللي عندها علاقه بصفه عامه بكاع المهن اللي ممكن تخدموا عليهم وضروري تزيدوا حاجات متعلقه خصوصا بالشعبه المختاره. سؤال 28. donnez les perspectives d'évolution dans votre métier. يعني تعطيو السلم التدريجي الوظيفي للمهنه ديالكم وهذا مثال ان كوميرسيال خدام في لي غروند سورفاس. سؤال 29. citer quelques postes que peut occuper un. غتذكروا بعض الوظائف اللي ممكن تشغلوها حسب الشعبة ديالكم. سؤال 30. ممكن ايضا يعطيكم الاستاذ واحد لافيش بحال هذه ويقول لكم عمروها يعني غديروا واحد لونتروتيان مع واحد الشخص اللي خدام في الدومين ديالكم وغادي يعطيكم معلومات على المهنه وانتم غادي تحاولوا انكم تكتبوها في لافيش بحال هذه. يقدروا يكونوا هاد الاسئله ويكونوا اسئله اخرين وهادو هما مختلف الاسئله اللي ممكن يطرحوا بالنسبه للكونترول ولو اف ام ديال موديول ميتيي اي فورماسيون.
كنتمنى أنني نكون فدتكم وعاونتكم أنكم تاخدوا معلومات على الأسئلة والأجوبة، وبالتوفيق للجميع.